السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صوابع الجلاش المحشيه بطريقه سهله جدا وبسيطه. مش هتاخد منك وقت خالص، في دقايق هتكوني مجهزاها. بالنسبه لي الطريقه دي هي اسهل الطرق، بحب اعملها كتير لانها بتنجز معايا وممتعه في تحضيرها، وكمان ساعه التقديم لو جالك ضيوف بتبقى شكلها شيك قوي كده في التقديم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحضرها ازاي. بس قبل ما ابدا اقولك لو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي فيها ولايك وشير اذا عجبك الفيديو. هنحتاج لفة جلاش، واهم حاجة في الوصفة دي ان الجلاش بتاعك يكون طازة. يا ريت تجيبيه من عند الكنفاني علشان يكون كده سليم وتقدري تلفيه بكل سهولة وتقطعيه من غير ما يتكسر ولا يتفرفت منك. هناخد 3 ورقات من الجلاش، هندهن بين كل ورقة والتانية دهنة سمنة كده بالفرشة بسيطة خالص. والمادة الدهنية اللي معانا سمنة بس او سمنة على زيت زي ما تحبي يعني محتاجين تقريبا ربع كوباية بس. هندهن بين كل ورقة والتانية دهن السمنة كده على خفيف علشان بس تطلع الطبقات معانا مورقة وخفيفة، ما يطلعش ملزق في بعض ولا مكتوم. وبعد كده معايا حشوة اللي معانا اي حاجة تكون موجودة عندك في البيت. دول شوية سوداني مطحونين وجوز هند وشوية زبيب، وما حطيتش فيهم سكر خالص. هعتمد على السكر بتاع الشربات بس اللي هرشه في الاخر. باخد بالمعلقة كده من الحشوة وبحط على طرف الورقة بعرض ورق الجلاش، وببتدي الف رول، وبالسكينة كده بقطعه بقسمه الحجم اللي احنا عايزينه. برصه بقى في صينيه مدهونه دهنه سمنه بسيطه خالص، وفي الوقت ده بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. بالنسبه للحشوه ممكن اغير فيها زي ما انا عايزه، يعني ممكن احشيها كاستر او احشيها القشطه الكدابه بس في الحاله دي بقى هبعد عن الاطراف خالص ومش هملاها قوي علشان ما تخرجش مني وانا بقطع الاصابع وتبتدي تلزق في الصينيه وتتحرق وتبقى طعمها مش حلو. وممكن كمان يتعمل ساده خالص، يعني بدهن ما بين الطبقات بالسمنه وعلى طول بلف رول من غير اي حشوات. ساعات هو بيتباع كده بيبقى ساده وبيبقى برده طعمه ظريف وجميل جدا جدا. بالنسبه بقى للشربات انا مش هعمله هنا في الفيديو، هقول لكم المقدار بتاعه. معظم الحلويات الشرقيه بتحتاج الشربات اللي قوامه وسط، يعني مش خفيف قوي ولا تقيل قوي. البسبوسه بس هي اللي بتحتاج الشربات يكون خفيف ومن غير ليمون. بالنسبه بقى للمقدار بتاع الشربات بتاعي بحط كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه، وبسيبهم يغلوا على النار كده غلوه بسيطه من غير اي تقليب خالص. بعد كده بعصر نص ليمونه وبحط في الاخر فانيليا. بتسيبيهم بعد الغليان حوالي 7 أو 8 دقايق وبتدفي عليهم على طول. بيكون الشربات بارد وبتطلع صينيه الجلاش او الكنافه او اي حاجه من الحلويات الشرقيه بتبقى سخنه من الفرن، بنسقيها على طول بالشربات. دخلت الصينيه بتاعتي على درجه حراره 180 على الشبكه في النص، طلعت بالشكل ده بعد تلت ساعه بالظبط. لو بعد تلت ساعة أو بعد نص ساعة ل5 دقايق لقيتيها استوت من تحت وأخدت لون من الجوانب ومن فوق لسه، نفتح عليها شوية دقيقتين 3 بس، وخلاص على كده بنطلعها على طول وهي سخنة. بنبتدي نسقيها بالشربات وبقلب الصينية كده بميلها شمال ويمين، وبسيبها حوالي 10 دقايق لحد ما تتشرب من شربات كويس قوي. بعد كده بقى بشوكة بنشيلها وبصفيها، بحطها على طبق التقديم. شايفين ورقة الجلاش او صباع الجلاش جميل قوي ازاي، مقرمش جدا من بره ومن جوه طري ولذيذ وريحته تحفة جدا. وبعد ما بشيله كده وبنشيله من الشربات ما بيكونش واخد شربات غير اللي هو عايزه بالظبط، يعني ما بيكونش فيه كميه كبيره، ما بيكونش بيجزع ولا بيموع النفس ولا اي حاجه. بحطه بقى في طبق التقديم، برش عليه كده رشه جوز هند او سوداني مطحون او اي مكسرات او من غير اي حاجه خالص، بيبقى طعمه تحفه. الطريقه سهله وبسيطه وما تاخدش وقت خالص، وكمان جميله في التقديم لو عندك اي ضيوف او حتى لاولادك كده الصبح او ساعه المغربيه مع كوبايه شاي، بتبقى طعمها تحفه جدا جدا. وبس كده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش اذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات احلى. شكرا ليكم، سلام عليكم.